السلام عليكم، كنتمنى من الله تكونوا على خير وبخير اينما كنتم. اليوم ان شاء الله يا رب بغيت نوجد معكم واحد الشهيوه مغربيه معروفه على طريقتي الخاصه. المهم كل واحد وكيفاش كيوجدها. انا هذه هي الطريقه ديالي. المهم هنا عندي واحد البصله كبيره مشلضه حمراء وواحده كبيره مشلضه بيضاء، وعندي معلقه كبيره ديال قزبر، معلقه كبيره ديال المعدنوس، واحد حبه ديال الطماطم. بالنسبه للزيت استعمل الزيت العاديه وزيت العود، يعني نتوما يمكن لكم اختياري حسب المتوفر في المنزل. بالنسبه للعطريه الخرقوم، سكينجبير، ابزار، ملح، هادو من العطريه اللي استعملت. وزعفران، بغيتو تستعملوا زعفران شعره او لا زعفران عادي، المهم حسب المتوفر وحسب الرغبه. هنا في الطنجره بالنسبه انا هنايا غادي نستعمل اللحم، يعني ما غاديش نعمل الدجاج، غادي نعمل سكسو باللحم. بالنسبه للحم هنايا بعد ما وضعت العطريه كامله خلطتها مع بعضياتها، غادي نوضع اللحم وغادي نشحر هادشي كامل مع بعضياتو، ومن بعد غادي نضيف عليه الحمص. يعني بالنسبه للحمص ماشي دابا، يعني تنشحر هادشي هذا مزيان وتحت ديك البصله يعني كما تشوفوا في الفيديو. المهم الطريقه ديالي انا كنرد كلشي يطيب يعني في وقت واحد. بالنسبه لهنايا عندي واحد كاسرونه، عندي واحد بصله كبيره مشلضه. بالنسبه للزبيب ما نقدرش نعطيكم بالغرام حيت اغلبيه يعني ما عندهم شي ميزان. غادي نقول لكم يعني بالنسبه استعملوا كاس العنبه، يعني كاس ما عمرش، يعني كاس نقصوا منه غير شي حاجه، اولا لو بغيتوا تستعملوا حتى كاس يعني كاس ديال العنبه ما كاينش مشكل، ولا حسب نتوما ما بغيتوا. المهم هنايا انا عندي كاس العنبه عامر مزيان، وهنايا معلقه صغيره ديال القرفه، وثلاثه معالق كبار ديال السكر. ولا بغيتو مثلا النكهه ديال القرفه تجي يعني عاط يعني عاتقه كما كنقولوا، يمكن لكم تضيفوا معلقه كبيره ديال القرفه. انا عملت معلقه صغيره، نتوما يمكن لكم تضيفوا معلقه كبيره، يعني داكشي ما كيأثرش. هنايا غادي نخلط الزبيب والبصله مع بعضياتهم وغادي نردهم على نار مهيله، وغادي ندوزو للحم. شوفوا فين وصلت. بالنسبه للحم كما كتشوفوا هنايا تشحرت، يعني البصله تعسلت معنا مزيان. هاد الاثناء غادي نضيف الحمص وغادي نضيف عليها الماء، وغادي نشد الكوكوط ونخليها طيب، يعني تطيبنا اللحم. يعني تنشوفوا اللحم والحمص طابوا، هذا يعني نتوما تحسبوا ما تقريبا 20 دقيقه ماكسيموم، 20 دقيقه، وفتحوا عليها الى على حسب اللحم. كاينه بعض اللحم كتعطل، المهم نتوما تفتحوا عليها وتاكدوا شوفوا يعني واش طابت ولا لا. الا شفتوها باقا كتردوها طيب، يعني ما كاينش مشكل. فواحد الطنجره اللي غادي نفور فيها سكسو، يعني ما فيها الخضره، وغادي نفور فيها سكسو. عندي واحد مطيشه يعني مقطعه طريفات صغارين، بصله مشلضه كما كتشوفوا، معدنوس وقزبر. بالنسبه للعطريه ابزار والملح والخرقوم سكينجبر. غادي ندوزو هنايا بالنسبه للخضر اللي استعملت قرا حمراء قرا خضراء، بطاطا والجعده. انا استعملت الخضره اللي كناكلوها، نتوما كيبقى لكم اختيار من الخضره اللي كتاكلوها. يمكن لكم تضيفوا يعني يمكن لكم تضيفوا الدبنجال، تضيفوا راس دو كرومب، المهم يعني كرومب بزاف د الحاجات، المهم على حسب نتوما شنو كتاكلوا. انا غادي نشحر وهنا كما كتشوفوا نخليو البصله طيح باش نمرقوها. غادي ندوزو لطريقه ديال السكسو. بالنسبه لطريقه السكسو انا عندي هنايا كيلو ديال السكسو، زدت عليه نص لتر ديال الماء، غادي نخلطو شويه ونخلي غير شويه في الماء، ومن بعد غادي نعصرو. غادي نبقى نحيدو من تما، غنحيدو من الماء وغادي نعصرو كما غتشوفوا الطريقه في الفيديو. المهم طريقه يعني واضحه وكلشي كيعرف الطريقه كيفاش كنفورو السكسو. انا غنشارك معكم طريقتي الخاصه. هنا من بعد ما طحتنا البصله يعني شويه، مرقتها شويه، غادي نخليها تزيد هنايا تغلي، يعني تغلي معنا مزيان. عاد غادي نمرقها باش نضيف الخضره. كما كتشوفوا يعني داكشي بدا كيغلي، غادي نضيفوا الخضره. اول حاجه غادي نضيفوا الخضره يعني اللي كتعطلنا بالطياب. بالنسبه للخضره اللي كتعطل بالطياب كاينه بطاطا والجعده. انا قلت لكم استعملت الخضره اللي كان يعني اللي كناكلوها. المهم نتوما على حسب يعني شنو الخضره، يعني اي خضره بغيتو تضيفوها ما كاينش الاشكال، وعلى حسب الخضره اللي كتاكلوها. يعني انا قلت لكم كما قلت لكم يعني سبق وقلت لكم يمكن لكم تزيدوا بزاف د الخضره. المهم هنا غادي نخلي هادشي هذا حتى يغلي مزيان باش نضيف السكسو. كما كتشوفوا من بعد ما عصرت السكسو من الماء، يعني استقطرته من الماء كما كتشوفوا، يعني ما بقاش فيه الماء، غادي نضيف له واحد القليل من الزيت، وغادي نحركو كامل، يعني نخلطو كامل مع بعض تدخل في هذيك الزيت باش نبقى نعدلو في كسكاس. يعني عادي ماشي غادي نخويه كامل في دقه واحده، شويه بشويه، يعني غادي نخوي شويه في كسكاس تيطلع نربو، ومن بعد غادي نخوي شويه وما تشوفوا الطريقه كيفاش عامله. كما كتشوفوا هنا في كسكاس يعني بدا كيطلع لنا داك الربو.
كما كتشوفوا في الفيديو غادي نبدا نوضع سكسو يعني بشويه بشويه، ما غاديش نوضع بزاف واحد الكميه بزاف، غادي نوضع واحد الكميه قليله. وكل ما كيطلع يعني كنشوفوا ان الربو كيخرج لنا من سكسو، غادي نزيدو نضيفو سكسو اخر. وسمحوا لي الا الطريقه ديال الشرح كنحاول انني نوصلكم معلومه يعني الناس المبتدئات اللي عمرهم مثلا ما عدلوا سكسو، والناس اللي كيعملوه دائما راه عارفين، يعني مجرد ان مثلا كتقول واحد المعلومه يعني عارفين الطريقه كيفاش. المهم هنا غادي نستمر بالوضع ديالو حتى نوضعو كامل. ملي غادي نوضعو سكسو كامل في الكسكاس غادي نخليوه 20 دقيقه كيطيب، ومن بعد كنحيدوه من الكسكاس. ونين بعد ما دازت 20 دقيقه كما كتشوفوا غادي نحيدو، يعني كتم التصفيره الاولى والتصفيره الثانيه. المهم هذه التصفيره الاولانيه حنايا دابا عدلناه. هنا من بعد ما غادي نحيد السكسو كامل من الكسكاس غادي نشبر واحد الاناء وغنمل فيه الماء والملح، وغادي نبقى نضيف شويه د الماء، وغادي نخلط السكسو، غادي نضيف شويه ونخلط السكسو. ثم غادي تشوفوا الطريقه كيفاش. ني كنعتذر، لاحظت ان الفيديو الطريقه باش كنت كنعدل الماء والملح في السكسو ما تصورت لي شي، كنعتذر حيت ما تصورتش، ولكن الشرح كنظن راه واضح. كما قلت لكم كنحيدو من الكسكاس، ومن بعد كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه كنفركو كامل، يعني ما كيبقاش ملصق مع بعضياتو. وكنعمل واحد الاناء كنخلط فيه الماء والملح، وكنبقى نضيف عليه ونخلط شويه بشويه. غادي نضيف له الماء والملح، وغادي نرجعوا الكسكاس بنفس الطريقه، يعني غادي نوضعوا شويه حتى يطلع لنا الربو، تنشوفوا الربو خرج. عاوتاني غادي نضيفوا شويه واحد الكميه الى حتى نساليو الكميه اللي عندنا كامله، وغادي نخليوه ديك الساعه ربع ساعه تقريبا او نصف ساعه او ربع ساعه، ونشوفوه يعني واش طاب ولا لا، واش نزيدوه الطياب. الا كان باقي زيدوه نص ساعه، يعني ما تخافوش منه. وهنا من بعد ما فورت سكسو 2 مرات، يعني المره الاولى والمره الثانيه، كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي. هنا غادي ندوزو للطريقه ديال التزيين. المهم انا نشارك معكم كما قلت لكم هذه واحد طريقتي الخاصه. المهم نتوما كتفنوا كما بغيتوا، كل واحد كيزيد واحد زياده من عنده، كتبقى على حسب هو شنو كيبغي. هنا كما غادي تشوفوا في هذا المقطع هذا يعني طريقه التزيين. خليكم مع طريقه التزيين كما كتشوفوا. اول حاجه غادي وضعت هنايا قرع، يعني غادي نستف قرع وغادي نستف الجعده معها، يعني من بعد ما غادي نسالي القرع غادي نستف الجعده. بالنسبه للحم غادي نوضعها في الوسط. وبالنسبه انا استعملت هنايا اللحم، نتوما يمكن لكم تستعملوا جدد، يعني المهم اختياري على حسب يعني نتوما شنو كتبغيو. انا ما عنديش مشكل يعني سواء الجدد سواء اللحم، يعني كناكلوهم بجوج، نتوما كيبقى لكم على حسب الاختيار وعلى حسب نتوما شنو كتبغيو. بالنسبه للحم راه كطيب واحد السهوله ما شاء الله، يعني دغيا كطيب معنا دغيا كتوجد معنا. حتى الحمص تبارك الله دغيا كيوجد معنا، يعني جربوه بهذه الطريقه، غير طيبوهم مع الجداد ولا مع اللحم، المهم تبارك الله يا ربي دغيا يعني كيوجد معنا. بالنسبه للطريقه ديال التزيين كما كتشوفوا انا هذه هي طريقتي كيفاش زينت بواحد. اصلا كنت هنايا خصني ضروري نسالي دغيا، المهم زوقته دغيا بواحد السرعه. المهم كما كتشوفوا في لا فيديو بعد ما ساليت غادي نوضع الزبيب يعني في الجنب كما كتشوفوا بهذه الطريقه هذه. المهم هنا من بعد ما غادي نسالي، من بعد ما غنسالي هادشي هذا كامل غادي نشارك معكم يعني كيفاش جات يعني النظره ديال القصعه كيفاش كتبان. كما كتشوفوا ديك الساعه ردوا عليا كيفاش كتبان في الفيديو. وهنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو. كنقول لكم شكرا على الاشتراك في قناه حلويات الامهات، وشكرا على المشاهده ديال الفيديو. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه حيت السكسو يعني كيوجد معنا بواحد السرعه هائله، يعني ما كنتعطلوش تبارك الله يا ربي دغيا كيكون واجد. كنتمنى انكم تجربوا هذه الطريقه وتردوا عليا في الكومونتيرات كيفاش جاتكم.